وزي ما قالت محكمة النقد. يعني المحكمة الدستورية العليا قالت يحكم في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين طبقا لعقائدهم دون غيرها. ده المحكمة الدستورية، ده المحكمة الدستورية العليا في 6/1/2002. محكمة النقد في 20/3/2002 قالت ان الزواج في المسيحية، الكلام اللي انا بقوله لك ده سر من الاسرار، ماشي، سر من اسرار الكنيسة لا يمارسه الا الكاهن طبقا لشرائعهم الدينية. النوتة دي مليانة احكام بنفس ده، انا بس اديتك مثالين. اذا المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقد في ظل لائحة 38 اللي هو الحكم الاخير مستند اليها اظهروا الاحكام دي، قالوا لك ده سر، وقالوا ان رفضه مش معنى في حكم اخير، قال لك انك مش معنى انك انت اخدت حكم طلاق ان المحكمة او انك مش هتحتاج انك تاخد تصريح جواز من الكنيسة، وان التصريح ده بيصدره المجلس الاكليريكي دون او يرفضه دون تسبيب. يعني هو من حق المجلس الاكليريكي ده محكمة احوال الشخصية في اسكندرية قالت انه المجلس الاكليريكي يصدره دون تسبيب ولا مبررات، يصدر الموافقة تمام والرفض. يعني انت حضرتك دلوقتي اذا انا عندي المحكمة الدستورية العليا، عندي المحكمة الدستورية العليا، عندي الكنيسة، علشان بس ما يدعوش ان الكنيسة دولة داخل دولة والكلام ده. من 44 للنهارده كام سنة؟ 66 سنة. تمام. 66 سنة بتحاول الكنيسة ان هي تغير في لائحة اتعملت غلط سنة 38. طرقنا كل الابواب، وبعدين كانت المسائل مستقرة بالفهم العميق والاحكام اللي صدرت من الدستورية والمحكمة النقد، وقالوا لك ده سر من اسرار الجواز ولا يجوز ابدا انك، وبيتمارسوا الكنيسة طبقا لعقائدها، وبيمارسوا الكاهن، وممكن انه يرفض المجلس الاكليريكي التصريح دون ابداء اسباب ودون تبرير. لان هي عارف يعني ايه اديك حل يعني انا مش عارفه الحقيقه اللي رفع دعوه عشان ياخد تصريح جواز من المحكمه ومصر يتجوز في الكنيسه. طب ما انت يعني بس يتجوز مدني وخلاص. بالظبط، يتجوز مدني وخلاص، يعني يعملوا جواز مدني يا سيدي. طب البعض يعني منهم الاستاذ جمال زايد النهارده كاتب انه هو ده مش ضد الدوله المدنيه، اللي هو ايه؟ انه تمسك الكنيسه. بص، الجواز وعدم انصياع لحكم قضاء. الجواز عند المسلمين والمسيحيين في مصر دي بتحكمها شرائعهم الدينيه. يعني انت بتتجوز طبقا للمذهب الحنفي. ماشي؟ تمام. انت مثلا كمسلم، وحتى لو كانت يعني مراتك من نفس، انت سني وهي سنيه وانت مصري وهي مصريه، ما تعرفوش تتجوزوا الا من خلال انا بتكلم على حكم القضاء يا فندم. ما هو القضاء حكم كده. القضاء دلوقتي حكم وقال لا، من حق الراجل ده ان هو يتجوز وجواز تاني، وفي بعض الحاجات والناس تتركت. يا ريته قال كده، ما هو يقول انه الحق الجواز تاني يتجوز تاني، بس يروح يتجوز. ده بالحكم بيقول بيلزم الكنيسه كنيسة الزام الكنيسه ان هي تعمل يعني. طب الكنيسه هتخلف عقيدتها، هتخلف. طب دلوقتي استمرينا في هذا الامر، انا عايز اقول بس ورفعته للمحكمه الدستوريه. انا مش عايز اقول بس احكام النقد. ماده 46 من الدستور بتتكلم على ايه؟ على حريه العقيده. اذا كانوا اللي بيتكلموا على حقوق الانسان بيقولوا لك ان من حق الانسان ده يكون اسره، طيب ما هو نفس حقوق الانسان، اعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور المصري قال لك حريه العقيده. هو الكاهن ده مش انسان؟ تمام. لما اجي اجبر الكاهن على مخالفه عقيدته واقول له انت لازم تنفذ دوت وتدي تصريح للجواز، يقول لك الانجيل بيقول لي كذا، ربنا بيقول لي كذا، طيب اقول له لا لازم تنفذ. طيب هناك خوف فعلا انه لو الباب مسدود ما بين الطرفين، ما بين القضاء وما بين الكنيسة، يبقى هتلجأ الكنيسة لما يسمى لي زراعة الدولة في أمر ما. لا ولا لي زراعة ولا لها دعوة بالدولة. هي الكنيسة كل اللي قالته زي ما الشباب الصغير بنحبك يا بلدنا ومش هنخيل في عقيدتنا. مش بص، ما هو اصلك انت لما تيجي كل حاجة نقول اصل الكنيسة بتلوي دراع الدولة، الكنيسة دخلت في الدولة، الكنيسة اتدخلت في حاجة، الكنيسة بتقول اعملوا لهم اللي هم عايزين تعملوا لهم قانون مدني، الدولة حر
تصدر التشريعات اللي هي عايزاها تجوزه. المحكمه قالت ان حقوق الانسان انه يتجوز خلاص يعملوا قانون، حتى البابا نفسه قال لهم اعملوا قانون مدني يجوزوه. الدوله هي اللي بتلوي، الكنيسه هي اللي بتلوي دراع الدوله، والكنيسه قدمت سنه 44 في سنه 68 وفي السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات وفي 2008 كل المحاولات بتاعت الكنيسه دي، والقانون بقاله 20 سنه عندهم ومش عاوزين، والدوله مش عايزه تصدره. كل ده والكنيسه هي اللي بتلوي. هم بيقولوا ان الكنيسه هي بتلوي على اساس ان ده طالع من قضاء، من هيئه مستقله، لازم كلنا نحترمها ونقدرها. يا حبيبي القضاء على عيننا وراسنا، والمحاكم على عيننا وراسنا، والقاضي على عيننا وراسنا، لكن فرق بين اني احترم القضاء واحترم، ومش هخالف ربنا لاي سبب. ما خالفش ربنا، ما خالفش كلمه ربنا. طب قولي لي حضرتك الحل ايه من وجهه نظرك؟ ده ربنا. طب قولي لي برضه الحل من وجهه نظرك. وده كلام قال لي مش هيزول، تزول السماء والارض. وبعدين انا هقول لك يبقى الصدام قائم يا سيدي. اسمعني، تفتكر يعني، خلينا المنطقيين كده. انت عارف ما هو اصل احنا لو بندرس في التاريخ القبطي، طب انا في حد ايام هيرودس الملك، في حد معانا بس اكمل على التليفون بقاله يجي تلت ساعه. لا اكمل الحته دي، خليني، ما انت قعدتني بره. هيرودس الملك كانوا رموا المسيحيين في جب الاسود وقطعوهم 4 أرباع عشان يغيروا. احنا النهارده عندنا دستور، وعندنا اعلان عالمي لحقوق الانسان، وعندنا قضاء تاني لان احنا هنلجا لجهات تانيه قضائيه، وعندنا دوله، وعندنا الحمد لله ما عندناش هيرودس، عندنا رئيس دوله محترم وحكيم، عندنا ده كله. ايام هيرودس اللقباط رفضوا يغيروا كلام انجيلو، هيجوا النهارده يغيروه. طب ناخد التليفون؟ ناخده. اهلا وسهلا. معانا محمد. طيب استاذ جمال اهلا بيك. اهلا استاذ جابر. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. طيب سمعت كلام دكتوره جورجيت؟ والله تحياتي للنائبه الفاضله. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا انا مش هختلف لاني ما شايفش خلاف اصلا يعني. كل ما قالته سياده النائبه كمسيحيه لا يختلف معه اي مسيح. التمسك بالكتاب المقدس والشريعة المسيحية، وأن لا يفرض على الكنيسة أي أشياء خارج العقيدة، وأن الزواج سر مقدس، وأن لا طلاق إلا لعلة الزنا. هل يختلف أحد أيا كان على هذه المبادئ والثوابت؟ ولكن هنا بس نريد أن نوضح هناك خلط شديد جدا في الأوراق. احنا نتكلم عن الحكم الأخير، حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير. هذا الحكم أولا ليس حكما مطلقا، يعني لا يلزم الكنيسة بتزويج زواجا ثانيا لكل من طلق، محدش قال كده، ولكن ده خاص بحالة محددة اللي هي بتاعت وصف دوت. انا هنا لست اريد ان اطلق يعني مفاجأة، ولكن ده معروف. انت شفت الحكم يا استاذ جمال؟ ايوه لو سمحت. الانبا بولا اللي هو مختص باللجنه الاكليريكيه، يعني انت حضرتك شفته يا استاذ جمال؟ معلش انا اسف، انت حضرتك شفته قريته في الجرايد يعني ولا شفته فين؟ انا لو سمحت بس اكمل، اقول جمله مفيده، اقول جمله مفيده لله علشان الراي العام بس يعرف حاجه، لان انا متابع الموضوع ده من اسبوعين، وكنت اول واحد جيت في الحياه، مفيش جمله مفيده اتقالت حتى هذه اللحظه. انا ما اختلفش مع الاستاذه جورجيت في كل الكلام، هي مسيحيه واحنا مسيحيين ولا خلاف على هذا، ولكن انا بختلف على ايه؟ الحكم اولا الانبا بولا اعلن في قناه CTV ان وصفي هذا الكنيسه وافقت على ان تعطيه زواجا ثانيا، لان هذا طلاق ليس لعله الزنا، والكنيسه قامت بتزويج زوجته المطلقه وبالتالي تعطيه زواجا ثانيا. اذا لا يوجد مشكله على الاطلاق، يعني معناها هذا تنفيذ لحكم المحكمه الاداريه العليا. ولكن اذا كان هناك استغلال، وهذا يمكن ان يكون واردا لهذا الحكم لكي نصدر قانون الاحوال الشخصيه، يا سيدي هذا وارد، ونحن جميعا نتفق، والجميع يجب ان يتفق حتى يصدر قانون الاحوال الشخصيه الموحد. ولكن هنا اقول للاستاذه الدكتوره القانون والسيده الفاضله سياده النائبه ان حتى هذه اللحظه رغم اعتراض الكنيسه منذ عام 44 حتى قرار 7 سنه 71 للبابا، لم يحدث تغيير للائحه 38، فكل ما تم في الكنيسه غير ملزم للقضاء، وانت قاضيه وتعلمي هذا، ليس ملزما للقضاء. ولذلك عندما القاضي حكم في قضيه
قضية وصف هذا هو يستند الى احكام اللائحة 38. المادة